لامال شخ عن المال وقلب الكرة الأرضية كلها على ظهره. اللي بيفهم بالفوتبول واللي ما بيفهم بالفوتبول صار يفهم بالفوتبول بس من ورا يلي سواها اليومين. ستي اللي ما إلها بالدنيا كلها مش ما إلها بالفوتبول صارت تعرف من هو يمين لامال بس بسبب يلي سواه. يمين لامال شاب مواليد 2007 قد ابني، هو لا فعليا مش قد ابني، مواليد 2000 أنا وياه نعتبر، بس إنه ليه حاسه كتير صغير عمره بس 18 سنة ولو عمل نجاحات، مالتي مليونير، النوادي بتتقاتل عليه، نادي برشلونة مكيف عليه. بالمناسبة أنا نصي برشلوني نص ريال مدريد، أحسن ما تقولوا لي يا علاء أنت برشلوني، لا للتفرقة، لا للعنصرية، لا للتفرقة بين الأديان. خلص فهمتوا الخلاصة، ما عناش عنصرية، أنا بحب الاثنين مش عشان ما بدي أتبهدل من حدا منكم من فريق منكم. فيمين بس من ورا حركة بسيطة سواها بإيده، لا مش هي الحركة اللي عم بحكي عنها، حركة إنه رفع العلم الفلسطيني بس هيك، عمل له هيك حرك شوي كله ضرب عليه من قبل الجانب الأزرق. شوف العالم كيف مصدوم. الله أكبر منا منظر يا جماعة، الله أكبر منا منظر. برشلونة لعيب والله العظيم فخر، والله أنتوا فخر، أنتوا فخر، ولك أنت فخر، أنت فخر. بالمناسبة هذا ريال مدريد بلال ريال مدريد عم بيقول أنتوا يا برشلونيين فخر بس من وراء هذه الحركة اللي سواها. والله إني مصدوم من هذه اللقطة اللي قاعد تشوفها قدامي. هذه اللقطة والله ما يسويها إلا لاعب رجل، لاعب شجاع، لاعب ما يخاف أبدا. لامين يامال رفع علم فلسطين في تتويجهم بلقب الدوري في شوارع إسبانيا، رفع علم فلسطين ولا اهتم لأي أحد، لا اهتم بالإعلام ولا اهتم بالدوري الإسباني ولا اهتم لأي منتقد على موضوع القضية الفلسطينية. إيش القوة والشجاعة والجرأة فيك يا لامين يامال بعمر 18 سنة فقط تعتز بالقضية الفلسطينية وتعترف أمام الجميع بأنك مسلم. اي والله فخر. رح تقول لي علاء هو أول شخص بيرفع العلم الفلسطيني؟ ما كلها ناس رفعت الأعلام الفلسطينية قد ما بدك مشاهير. بهذا الحجم وبهاي الضخامة اللي عم تشوفوها قدامكم المقلوبين الأرقام مكتوب 42 مليون، يعني مش عم نحكي مغني بحجم هيثم وهبي والله مغني بحجم نانسي عجرم، لا عم نحكي مغني بحجم بيلي آيليش طلعت هيك منظر. عم تتخيل معي؟ تخيل بيلي آيليش حاملة هذا العالم قدام الأجانب يلي كل متابعينها أجانب. وبالمناسبة يمين لامال بيختلف عن أي مشهور تاني حتى لو كان كبير، يعني حتى لو كان المشهور هذا مثل بيلي آيليش عنده 42 مليون، إذا طلع هذا العالم ما رح تكون الصدمة مثل صدمة يمين لامال، لأن يمين وضعه أصعب، هو عنده عقد عمل مع برشلونة، يعني وضعه كتير حساس، أي غلطة ممكن تظهره من الفريق، أي سمعة سيئة بتجيبها للفريق بيأثر عليك سلبا. يعني صح له إيجابيات له سلبيات، ولكن اي فريق بيتاثر بحال الازرق حكي عنه، يعني بحال الفريق الازرق يعني الجمهور الازرق حكي عنك بالغلط او حكي عن شركه معينه بالغلط، الشركه هي رح تنزل اسهمها بشكل جدا كبير، حتى لو كان الملايين داعمين للشركه، حتى لو كان يعني شفتوا انتم كل العالم قاطعت ستاربكس وقاطعت الدنيا كلها هي المنتجات، ولكن حدا واحد معهم اللي هو الازرق. طالما الازرق معهم بعدهم لحد هلا ماشيين طبيعي، لانه هن اللي عندهم القدره الماليه انها تضلها عايش. ما تفهمونيش غلط بس هذا الواقع. الزلمه خاطر، الزلمه خاطر. فاللي عم بيقول لي انه اللي سواه جدا عادي، انه بس رفع مجرد رفعت علم، لا اكبر بكتير من هيك. ما عنده مشكله انه يعطي رايه، ما عنده مشكله انه يعطي موقفه السياسي يلي 3/4 العالم بتخاف منه بالاخص المشاهير. هي صوره لقطه افضل، هو ماسك العلم الفلسطيني بجانبه الفريق تبعه طالعين على الباص والاجانب كلها حوالي محاوطه فيه عم بتصوروا. وانتبهوا الفكره انه الاجانب مبسوطين فيه، يعني كانوا كلهم عم بيشجعوه، كيفوا عليه لما حمل العلم الفلسطيني، مش بلشوا يعملوا له بو. لما تشوف الجمهور عم يعمل بو يعني مش راضيين، لما تشوفون عم يعملوا هيك عم بيشجعوا يعني كلهم راضيين. فلسطين أرض السلام وأرض المرسلين. شوفوا الشعب الفلسطيني في كله مكيف على اللي سواه، لدرجة انه رسموا له صورته، حدوا العلم الفلسطيني على بناء مدمر، على بناية نازلة، على بناية هابطة. شوفوا عامل تأثير الزلمة، يعني بس من وراء رفعت علم أثر. وبالمناسبة مثل العادة محمد صلاح بيضل ياكل سبسبات انه انت وينك؟ ليش ما بتعمل مثل اللي عمله الأصغر منك؟ كتبوا له اسمه على البحر بس شو بشكل جدا بروفيشنال، أول مرة بشوف حدا بيرسمها. لا
يعني بتقول اي والله العظيم اي هاي لهالدرجه جايك بالصمتة، الاحرف مرتبين تقول احرف كيبورد يا زلمه. طبعا مثل ما قلت لكم الفريق الازرق، عرفتوا مين الزرق، ما انبسط ابدا باللي شافه، وبلشت تطلع عليه حملات اعلانيه وحملات حتى يعني عشوائي، يمكن شغلوا الموساد ضده، الموساد يلي ما بيشتغل الا بين دول ليعلق دول ببعض، استخدموه ليعلقوا العالم والجماهير في لا يمين لا مال عشان يندم على اللي سواه. كان عنده تعليقات بشكل كبير سلبية، مع انه 3/4 العالم عم تطلع بفيديوهات انه نحن مبسوطين منك والاخبار اسرائيلي على لامين يامال بعد رفع علم فلسطين خلال احتفال برشلونة بتتويجه بلقب الليغا الاسباني. هاجمت وسائل الاعلام عبرية نجم فريق نادي برشلونة الاسباني لكرة القدم لامين يامال على خلفية احتفاله بالفوز بلقب الدوري الاسباني وهو يلوح بالعلم الفلسطيني، حيث خطف يامال اللي عمره 18 سنة بس خطف الأضواء خلال احتفالات فريقه فلامين يامال عبر عن موقفه السياسي من خلال هذا الحفل.